بإلقاء القبض على الهاشمي، أما الكرد يسلمون وما يسلمون، ما هذا حقيقة يا سيد فؤاد رشيد. هذا الكلام يعني مع احترامي الشديد لك، هذا يعني كلام غير حقيقي. ليش؟ لأنه ليش سلموا مثلا طه الجزراوي؟ يعني طه الجزراوي سلموه شو ما سألوا على المحاكمة عادلة لو مو عادلة، وخاف تصير لهم مشاكل مع المناطق السنية، وخاف تصير لهم مشاكل. الكرد نفسهم مو قالوا احنا اشتركنا في إلقاء القبض على صدام حسين؟ مو قالوا الكرد انه احنا ساهمنا في معرفة مكان صدام حسين؟ طيب شو ما قالوا هل ستوفر الى محاكمة عادلة لو مو محاكمة عادلة؟ هذا الكلام يا سيدي حسب اعتقادي هو مجرد يعني مزايدات من اجل الضغط على المالكي. هسه انا اللي اريده شنو؟ انا اقول الهاشمي خلاص، يعني الهاشمي الان في كردستان خليه يبقى، مبروك على اقليم كردستان، خليه يبقى في كردستان، لكن في نفس الوقت يجب ان يكون هنالك رد فعل. يعني مو مشكلة اذا الهاشمي لم يسلم الى بغداد، ما عندي اشكالية بالموضوع، لكن يجب ان يكون هنالك موقف من قبل المالكي، موقف واضح لما يجري في كردستان على انها منطقة خارجة عن القانون، مع احترامي، لكنه هذا التصرف انه والله احنا نسلمه لو ما نسلمه مكان عادل، محكمة عادلة، هذا كله يعني ان كردستان خارجة عن القانون. هنالك رد فعل من بغداد يتناسب مع ما يتصرف به الساسة الكرد، على اعتبار انهم خارجين عن القانون، وعلى اعتبار انهم يعني خارجين عن القانون اقصد انهم لا يحترمون القانون. يجب ان تكون هنالك مواقف، وحتى موقف واضح من رئيس الجمهورية. ما مصلحة العراق ان يكون برئيس جمهورية مثل جلال الطلباني؟ ما الذي استفاد العراق من جلال الطلباني بحيث في اول محك لجلال الطلباني يقف هذا الموقف من القضاء العراقي؟ يعني فقط العراق دولة للحلب يتم استنزافها ويتم استفادة هؤلاء الناس السياسيين ملايين بل مليارات الدولارات، وفي اول محك لقضية تتعلق بارواح العراقيين يكون هذا الموقف من كردستان ومن جلال الطلباني. بالتأكيد يجب، وانا اعتقد حقيقة انا اعتقد ان الامور لن تمر يعني بالشكل اللي يعتقد البعض. انا اعتقد ان الامور راح تتأزم والامور راح تتطور، وانا مع التأزم، لانه انا مثل ما قلت اما ان نكون في دولة محترمة واما ان لا نكون، اما ان نكون عايشين في دولة تحترم القانون ولا يوجد هنالك من هو خارج عن القانون ومن هو فوق القانون مهما امتلك من ميليشيات ومهما امتلك من مسلحين، واما ان لا نعيش في دولة. خلاص اذا الحل الاخر هو التقسيم، وانا مع التقسيم حقيقة. يعني انا اعتقد انه المالكي الان ممكن ان يلعب على ورقة جدا قوية، انه اما ان يكون عندنا دولة واما ان يكون التقسيم. وبالتأكيد الكل يعرف انه اكثر المستفيدين من التقسيم هو الجنوب. طبعا ليش؟ الجنوب هو اللي ثروات تعيش العراق كله، وخلي يتركون يعني المناطق السنية اللي ما تريد ان تقف مع القانون، وان يتركوا المناطق الكردية بيناتهم هم يصفون مشاكلهم. انا اعتقد هذه افضل ورقة يلعب بها المالكي الان، في انه اما ان يكون عندنا دولة واما ان نكون مقسمين، وخلاص يعني انتم تتفاهمون في